يعني أقسم بالله العظيم. يعني إحنا ابتلينا بمدرسة النادي المنافس. يعني مدرسة، يعني غاية في الخصوصية، ملهاش مثيل في الكوكب. يعني مدرسة الغل والحقد والفتنة بيقودها خلق الطرطور، ومدرسة العبط يقودها الجرجيري، ومدرسة الهجاصين وعارفين مين اللي بيقودها، ومدرسة الباطل اللي بيقودها اللي مش باطل ومدرسة الشر اللي بيقودها اللي مش طيب. ومدارس كتير عمالة بتتوالى علينا، يعني بتفرز حقد وغل واصفرار. مفيش حاجة أبدا سلك أبدا، يعني إلا يعني الأوزعة ده يقول لك إيه؟ قصير بس جبار. يا أخي أنت تحمد ربنا، أقسم بالله، وهذا ليس تنمر. يعني أنت ربنا كرمك واشتغلت في الإعلام، وأنت أصلا كان مفروض إن أنت تشتغل إيه؟ كلاون أو مهرج في سيرك. فربنا كرمك بقيت تطلع على الشاشات المختلفة، الرياضية وغير الرياضية. ناس بتستضيفك وعاملة لك قيمة. خلاص بقى، يعني استغل الموقف وخليك يعني كائن محترم، عشان ما تسمعش كلام بيحرق دم. انا بقول لك انت اخرك كلاون او مهرج في سيرك. اه والله، تحط بتاع حمرا في مناخيرك، وشعرك الملون ده بتاع مجتمع الميم، اللي هو الملون ده، قوس قزح، وتمشي في الشوارع بالبدله اللي هي اصفر في احمر في اخضر فيه، عامله زي السالوبيت دي، وتمشي في الشوارع تضحكنا. فانت ربنا كرمك، يعني ليه ما تستغلش بقى الفرصه وتبقى بني ادم محترم؟ انا عارف انك بقيت شاطر في انك تستفز جمهور الاهلي، زي العبيط التاني، يوم من النوم يفعص في عينيه المعمصه ويقول لك سلام عليكم. ادي اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وانت تكلمنا بكلمتين يا كيف فرنساوي، جو مالاد، ليه مالاد، وبعدين بقى تثير الفتن وتقول مش عارف مين ضرب مين ومين عمل مين ومين شتم مين ومين بيعمل لهم بمناخيرهم، ومين مشي من هناك ومين مشي من هنا، واستشهد بحد غلط. ويعني انت بوظت وشلفطت الاكواد الاعلاميه كلها. يعني انتوا عملتوا كل الخطايا. يعني كفايه كفايه، يعني احنا ابتلينا. ويطلع بقى كل الناس اللي بتعلق تحس ان هم جايين من جهنم الحمد، وعيال سفله وولاد الادب حتى اللي بيعلقوا. والله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بآيات الله جميعا، وانا يعني صادق ومش زي صادق التاني، صادق وغير كاذب. بعرف اول ما يخش من اول كلمتين، اول ما يقول جهلاوي، اول ما يقول الساعات يا خطيب، اول ما يقول مين الحمار ده، مين العجل ده، اول ما تخش على اول كلمه من التعليق، تعرف ان هو من نتاج هذه الزريبه الاعلاميه بتاع الفريق المنافس، اللي ما بيقدرش يختار النخبه بتاعته اللي المفروض تبقى محترمه و... وتخاطب الناس، تخاطب الناس. يعني يكتب لك بوست مثلا يقول لك ايه؟ طب انت هتقابل برشلونه على انك ايه؟ ثالث الدوري ولا بتاع كونفدراليه؟ لا يا حبيبي، انا بعمل فتره اعداد، انا بعمل اعداد ببرشلونه، وانت بتعمله بنادي البلاستيك. حط على خيبتك مجهور، كاتك القرف. يعني
كان في مثل ريحته وحشه كده، بيقول لك فوقيهم خرا يبقى فوقيهم خرا وتحتهم خرا، يقول لي ايه فيه ريحه خرا. ما هو لازم الواحد يواجههم مباشره. الناس دي الناس دي ما عندهاش ذمه ولا ضمير ولا الا ولا اي حاجه خالص. مش مستوعبين ابدا 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 انهم بيطلعوا على الناس بطفح جلدي وطفح بكابورتات. ده مش اعلام يا جماعه، ده مش اعلام، ده اسمه اعلام كيد النساء والاصفرار والاحمرار واثاره الفتن. هي فيها ايه لما انا يعني اتكلم مع المنافس بتاعي بلطف، ان احنا نهزر مع بعض، ان انا اقول افيه من غير ما اغلط او اتخطى حدودي. انا لما بتلاقي فيه تعليقات يقول لي دمك تقيل، عادي دمك تقيل. وانا هقول لك انا اسماعيل ياسين مستشفى المجانين ولا اسماعيل ياسين في البوليس الحربي؟ ما حدش قالك ان انا راجل كوميدي بطلع اضحك الناس. يقول لي انت بتستخف دمك. لا مش هستخف، حاضر يعني، حاضر، واسمع كلام. انما واحد يقول لي يا جهلاوي، واحد يقول لي مش عارف ايه، واللي يشتمني بامي يشتمني بابويا، يعني بقيت ملطشه. حتى المنتج بتاعكم يعني سيء للغايه، سيء للغايه. اللي بيقول لك الانسان نتاج حاجتين: وراثه زائد بيئه. الوراثه دي يعني بياخد لون العينين بتاعت ابوه، طول لون البشره، الكلام ده كله. انما البيئه دي هي اللي بتحدد شخصيتك وهويتك. احنا ازاي نتكلم مع الناس يعني بنشوفهم بينتقدوا بعض من غير ما يقول له يا ابني ويا ابن بنت ويا ابن ابن وكلب وبوبي ويا ابني مش عارف مين وعاهره وداعره وقله ادب في قله ادب. وخصوصا الأزعة اللي هو مثير الفتن ده، اللي خلاني أتخطى كل الحدود ومش أتنمر عليه. أنا أقول حقيقة فعلا، إن أنت لم تصلح، لم تكن لتصلح إلا أن تعمل كلاون أو مهرج في الشارع يا في السيرك. حط البتاع الحمراء دي في مناخيرك وتقعد تضحك، أحسن من اللي أنت بتعمل، أحسن وأشرف من اللي بتعمله أنت في الإعلام، اللي أنت ما تعرفش يعني ايه اعلام. انت تعرف يعني ايه فتن، يعني ايه غل، يعني ايه اصفرار، يعني ايه ان كل شيء احمر بيثيرك وبيغضبك وتبقى متضايق منه، مع ان عادي. احنا اللون الابيض بيفكرنا بالصفاء والنقاء يعني يعني كفايه ان هو يعني لبس الاحرام. انما هم المشكله في خطنا الحمر. ليه وليه بقى ياخدوا مننا حته؟ يعني انت واخد حته مننا، خطين حمر، واحنا اصل الاحمر، عندنا دم. هذا ما كان في الامكان. فيا رب ربنا يهديهم، ياخدهم لشاشات تانية.